أهلا بكم في قناة أحمد فتحي للاستشارات القانونية والعقارية. ركزوا معايا قوي في الموضوع المهم اللي هنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو شروط رخصة المباني. اعمل بقى الشاي بتاعك كده وروق دماغك معايا عشان تفهم أنا هقول ايه. في استفسارات كتير قوي حوالين شروط استخراج ترخيص البناء. طيب، سواء كان في الحضر أو في القرى، وهنتكلم عن التعديلات الجديدة على قانون البناء. الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو محل المناقشة في مجلس الشيوخ بعد أن أحاله النواب إليه. تمام. طيب، إيه بقى هي الشروط؟ شروط استخراج تراخيص البناء. نظم مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والمنظور أمام مجلس الشيوخ بالوقت الحالي شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار. وبيانت مواد القانون أن انقضاء مدة البت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية تعتبر بمثابة صدور ترخيص ضمني، بشرط سداد مقدم طالب الترخيص الرسوم المقررة. تمام؟ طيب، وإيه تاني؟ والقانون ألزم طالب الترخيص قبل تنفيذ الأعمال بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بعزم البدء في تنفيذ مرفق بإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ. تمام. بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري للموقع. طيب، تراخيص البنى في القرى. هنتكلم عن تراخيص البنى في القرى من خلال بعض الإجراءات والخطوات، والتي تبدأ بتقديم طلب الترخيص إلى المجلس المحلي التابع له طالب الترخيص، وتحديد الموقع أو محل البناء موضع الترخيص بواسطة مختص المجلس. ركزوا معايا. ثم يسدد طالب الترخيص الرسوم لاستخراج بيان صلاحية الموقع، ويتم تحديد عدد الأدوار حسب عرض الشارع. وبعد كده بيتوجه صاحب الشأن للمكتب الهندسي لإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية، وينتقل إلى إجراء صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض. تمام. طيب، تكلفة تراخيص البناء في المدن. حدد القانون تكلفة التراخيص، حيث يصدر المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي بالمحافظة على قرار يحدد من خلاله رسوم وتكلفة إصدار التراخيص، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه لكل رسم إصدار. كما يزداد الحد الأقصى سنويا بنسبة 3%، ويتوجب على طالب الترخيص تقديم تأمين بنسبة 2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، والتي تخصص لنفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة إلى غير ذلك من النفقات والمتطلبات. تابعونا إن شاء الله في القناة للنصائح القانونية والعقارية. ما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرا لاستماعكم.